السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس وتكونوا هنيين ومتهنين. اليوم جيتكم بوصفه جديده وحصريه اللي هي مخبز بريستيج. يجي بزاف بنين وراح نتفاداو المخبز هذه المره بالطليه تاع السكر، راح نديروها بالشوكولا كما راكم تشوفوا تجي شكلا ومذاقا. قبل ما نبدا الفيديو تاعي تاع نهار اليوم فضلا وليس امر، لا تنسوا الاشتراك وجام وتفعيل جرس التنبيهات باش يوصلكم كل ما هو جديد. نبدأ على بركة الله. وش نحتاج كمكونات؟ عندي 300 غرام مكسرات. يعني وش نحتاج في هذه المكسرات؟ عندي 100 غرام لوز أبيض، 100 غرام لوز بالكشور، و100 غرام جوز. وإلا تستعملوا 150 غرام مزيج بين لوز أبيض ولوز بالكشور و150 جوز. وإلا تستعملوا فقط اللوز، ديروا مزيج بين اللوز الأبيض واللوز بالكشور، هذا مكان. واللي ما تقدرش على اللوز اكيد تقدروا تعوضوه بالكاوكاو. هنا بالنسبه للمكسرات تحبوا ما تقليبهمش ولا تحمصوهم، يعني تحمصوهم غير يصفاروا، هذا مكان ما يتحمروش بزاف. كملاحظه 70 غرام سكر عادي، 20 غرام عسل، زوج مغارف كبار كاكاو، لافاني، والبيض حسب الحاجه. نخلط المقادير كامل مع بعضهم اللي هو اللوز بالكشور واللوز العادي والجوز، والا كما قلت لكم اللوز وحده. زدت لهم الفاني، كاكاو بني، العسل، نزيد عليهم السكر العادي. هنا تقدروا السكر ترحيوه مع المكسرات باش هكا يترحى لكم مليح، والا ديروه هكا. هنايا نبدا نجمع بالبيض. بالنسبه للبيض كما قلت لكم حسب الحاجه، هنا نضيف بالبيضه ونجمع المكونات تاعي حتى نتحصلوا على عجينه المخبز تكون حاكمه روحها. كما راكم تشوفوني لهنا البيض خلطته، ضروري انكم البيض تخلطوه. قبل ما نبدا نضيف البيض نخلط المكونات كامل، المكسرات مع باقي المكونات باش يدخل كلش مع بعضه. من بعد راح نبدا نضيف لهنا البيض بشويه. كما راكم تشوفوا هنا درت زوج بيضات ونبدا نجمع. تبقاو تضيفوا بنفس الطريقه، ضروري تخلطوا البيض، ضيفوا بالبيضه وخلطوها. وهذيك البيضه ما تلحوهاش كامل، لحوا غير بشويه وعجنوها مليح بالكف تاع يدكم. اعجنوا المخبز تاعكم مليح وكيما قلت لكم حتى يولي القوام تاع العجينه تاعنا حاكمه روحها، ما تكونش يابسه وما تكونش مرخوفه. نبقى نزيد في البيض بشويه بشويه حتى يتلم لي هذاك الخليط تاعي، عجينه المخبز. وفي نفس الوقت راني ندلك بيدي. اعجنوها كما راكم تشوفوا، ها اعجنوها مليح. وهذه هي النتيجه والقوام اللي لازم تتحصلوا عليها. عجينه المخبز ما تكونش طريه بزاف وما تكونش يابسه، ها كما راكم تشوفوا. حنايا دوكا راح نغطيها ونخليها ترتاح. لازم تخليو العجينه تاع المخبز تاعكم تريح. هنا بعد ما ريحت لي درت كيس بلاستيكي وراح نبدا نحلها بالحلال. وبالنسبه للطول تاع المخبز او السمك تاع المخبز تاعنا ماهوش كيما المخبز اللي معرفين نديروه، يعني يجي رقيق ما يجيش خشين، لخاطر راح نديرو حبه فوق حبه. في النص تاعها يكون الحشو. يعني هنايا ديروا حسابكم الطريقه تاعها كيما نخدموا الصابلي باش تكون واضحه. ودوك نعطيكم السمك كيفاه ديروه، يعني ما تكونش رقيقه بزاف وما تكونش خشينه. هنا تحبوا تطبعوا بالشكل دائري مربع، اللي بغيتو. انا استعملت الدائري. هنايا اذا خفتي ديريها خشينه بزاف تقدري تطبعي زوج حبيبات، يعني ديري السمك ما يكونش رقيق وما يكونش خشين، طيبيهم
ومن بعد تحطي حبه فوق حبه وديري حسابك مع الحشو. اذا شتي العلو تاعها مليح كملي بهذاك السمك اللي درتيه. اذا شتي راح يجي العلو تاعها كبير بزاف، هنايا راح تعاودي تحلي، تزيدي تحلي عجينه المخبز تاعك، يعني ديري السمك تاعها معقول وتطيبيهم، يعني راح تكملي بنفس الطريقه. ونحط المخبز في البلاطو. انا درت ورق الطهي. اذا ما عندكش ورق الطهي تقدري ديري النشا، يعني ديري شويه نشا في البلاطو تاعك باش كي طيبي المخبز تاعك ما يلصقلكش في البلاطو ومن بعد يفزد لك. يا ديري ورق الطهي والا ترشي النشا قبل ما تحطي المخبز تاعك. هنا كما راكم تشوفوا المخبز تاعي راه واجد في البلاطو، راح ندخلو يطيب مده 5 دقائق. ما يديش وقت بزاف، الفور يكون سخون من قبل. هنا دخلته يطيب، يتاخذ لي اللون الذهبي من تحت، نزيد شال عليه من فوق يحمر شويه ونخرجه ونخليه حتى يبرد. من جهه نبدا نوجد الكريمه اللي هي فيها 100 غرام شوكولا بالحليب، 50 غرام كريمة سائلة تكون 35% مادة دسمة فيها، 80 غرام نيستلي كراميل. هنايا عندي لا كريم فريش، سخنوها مليح وضيفوا عليها الشوكولا. هنا من احسن الشوكولا تفتتوها. اذا عندكم ميكرووند دخلوا كلش مع بعضه، والا ديروها على حمام مائي وبقاو حركوا بهذه الطريقه حتى تذوب لكم الشوكولا. والا تسخنوا لا كريم فريش وتفتتوا الشوكولا تاعكم وتضيفوها فوق لا كريم فريش، راح تخليوها هكا غير شويه ومن بعد تخلطوها، راح يذوب لكم فم الشوكولا، يعني ما راحش تطول لكم. هنا كما راكم تشوفوها والشوكولا ولا كريم فريش تحصلوا على هذه النتيجه. بعد ما ذابت الشوكولا مع لا كريم فريش نبدا نضيف لها النيستلي كراميل. يعني هنا نحيتها من النار وبديت نخلط هذاك النيستلي كراميل مع المكونات حتى يندمجوا المكونات كامل مع بعضهم، يعني النيستلي والشوكولا ولا كريم فريش يتخلطوا مليح مليح مع بعضهم. ولازم وهي سخونه تزيدوا لها هذاك النيستلي كراميل باش كي نخلط مع المكونات يتخلطوا مليح وتحصلوا على هذه النتيجه. شوفوا كيفاه هذاك النيستلي ذاب وتخلط مع الغاناش الشوكولا. هنا فرغتها في بول، راح نغطيها بالبابي فيلم ونخليها في الفريجيدير حتى تبرد. هنا تقدروا تخدموها بنهار قبل ولا تخدموها الصباح وفي الليل تستعملوها. المهم هذه الكريمه تبرد وتحكم روحها. نغطيها بالبابي فيلم، نحطها في الفريجيدير مش المجمد ونخليها كما قلت لكم حتى تبرد وتحكم روحها. هذا هو المخبز بعد ما طاب كما كنتوا تشوفوا حمر من التحت. وبعد ما برد الكريمه درتها في كيس حلواني ونبدا نحط هكا الكريمه. هنا ديروا كيما بغيتوا، المهم ما تكونش يعني ما ديروش شويه وما تكثروش بزاف. كما تشوفوا الكريمه حاكمه روحها. من بعد نجيب الحبه الثانيه ونقفل، يعني نحطها على الكريمه ونضغط عليها شويه ونحي هذيك الكريمه اللي تجي زايده، يعني الكريمه اللي تخرج على الجنب نحيها. حاولوا تعدلوها مليح، يعني الكريمه هذيك الزايده كامل تنحيوها باش من بعد كي نطليو حبه المخبز تاعنا ما يكونش فيها الديفوات. كما راكم تشوفوا الكريمه حاكمه روحها. هنا نقربها لكم باش هكا تكون واضحه. بعد ما كملت عمرت المخبز كامل بالكريمه، عندي هنا شوكولا بالحليب ذوبتها على حمام مائي وضفت لها شويه زيت ونخلطها مليح. ونبدا نغلف المخبز تاعي، نحط الشوكه
نغمسها في الشوكولا باش المخبز ما يهربليش. نحط عليها المخبز ونبدا نغلفها بالشوكولا. راح نخبطها خبطه خفيفه باش تهبط الشوكولا الزايده، ونحطها على كيس بلاستيكي. هنا راح نحطها ومن بعد ندزها بهذه الطريقه باش هذيك الشوكولا الزايده تبعد على المخبز، يعني ما تبقاش هذيك الشوكولا الزايده على الحواف. بنفس الطريقه ونغلفها بالشوكولا، نخبط خبطه خفيفه باش تهبط الشوكولا الزايده، ونحطها على كيس بلاستيكي وندزها، ونكملهم كامل بنفس الطريقه. نخلي المخبز حتى ينشف من الشوكولا ونبدا نزينه. بعد ما نشف المخبز نحيت له الشوكولا الزايده اللي جايه في الحواف، ومن بعد نبدا نزينها. هنا التزيين اختياري، لك الحريه كيفاه تزينيه. بالنسبه لطريقه الورود كيفاه خدمتهم راح ندير لكم فيديو بالتفصيل وحده باش ما يكونش الفيديو طويل بزاف. هنا التزيين تحبوا تحطوا الوردات بهذه الطريقه، والا ديروا هكا حفره في النص وتدخلوا الوردات وتحطوها بهذا الشكل. يعني هنايا انتيا بغيتي الديكوري تحبي الطريقه هذه ولا هذه. هذا هو شكل النهائي لحلبتنا تاع نهار اليوم اللي هي مخبز بريستيج بذوق الشوكولا. راح نقسم لكم الحبيبه باش تشوفوا القوام تاع المخبز مع طبقه الكريمه. شوفوا النتيجه. هذه هي وصفتنا تاع نهار اليوم، ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. ما بقى لي غير نقول لكم في امان الله، نلتقي ان شاء الله مع وصفات جديده. دمتم اوفياء، سلام.